بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة بإذن الله يا جماعة هنعمل حاجة حلوة. بصوا يا جماعة، الغرض والفكرة من القناة ان احنا كل الستات شاطرة، كل الناس بتعرف تتصرف في بيوتها كويس، بس الفكرة ان انا ممكن اوضح لك حاجة ممكن تستغليها بطريقة تانية تلاقيها اوفر ليكي واحسن. تمام. احنا بدل ما نصرف مثلا حاجة كتيرة بره، ممكن بنعملها جوه البيت وبحاجات موجودة عندنا ماشي، ونبقى عملنا اللي نفسنا فيه وكلنا اللي نفسنا فيه بس بإمكانيات أقل. ودي فكرة القناة، توفري تدبري وتاكلي أكلة حلوة، يعني كلها حاجات على قد الإيد. يعني مثال للفيديو بتاع النهارده، مثلا انا جايبه الكريب دون، ال7 كريبات دول ب25 جنيه. انت لو تشتري سندوتش كريب من بره لوحده، السندوتش الواحد ب25 جنيه. طيب انا جبت ال7 كريبات دول، 7 ترغيفه دول ب25 جنيه بحق سندوتش مش محشيين. طيب عندي صدر فرخه اهون موجود عندي، طيب استغليته وجبته نسرته، جبت قليت بطاطسايه، هم مش عايزين فرم نعمل لهم فرم في البيت، قليت بطاطسايه، دبلت بصلايه دبلتها مع قرنين شطه حامين، دي توميه. طريقه اي حاجه من دي يا جماعه موجوده على الصفحه، موجوده على القناه. دي توميه، اي حاجه عندك موجوده في البيت هاتيها حطيها. انتوا عارفين الكريب بيتعمل ازاي، على الاقل حاجتك وعاملاها بايدك ونضيفه ماشي. عندك بقى كاتشب، عندك توميه، عندك اللي نفسك فيه كله حطيه. عندك شويه جبنه موتزاريلا، جبنه ميكس، اي بص انا مش هقول لكم. الغرض مني انا او من الفيديو دون ان انا بوصل فكره ان بدل ما اروح اجيب سندوتش واحد كريب ب25 جنيه، انا بعمله في البيت ماشي. فانا مش عايزه ايه الناس بتقول لك طب انتي ضيف، انا مش بضيف حاجه على فكره، انا بنوضح حاجات لبعض بس مش اكتر. انا بعمل في بيتي وانتي بتعملي في بيتك بايدك، انا بعمل الحاجه دي انت مش هتيجي تاكليها من ايدي، بس انت هتعمليها في بيتك وبطريقتك انتي، وهتطلع من ايدك كويسه وزي الفل لاولادك وهيحبوها ويطلبوها منك تاني. فهي دي طريقتي، بديكي فكره عجبتك خير وبركه، يعني هتلاقيكي نفسك بتدعي لي دعوه حلوه وربنا هيردها لك بالمثل. ما عجبتكيش خلاص، اتفرجت على الفيديو ما نفعكيش في حاجه وعلى كده. فانا بدي فكرة مش اكتر، لكن كل الحاجات دي انت بتعرفوا تعملوها وناس كتير قبل عملوها وكل حاجة، بس انا بفكر في التوفير وفي التدبير مش اكتر. تمام. وعلى قد امكانياتي بعمل. انا فكرة القناة يا جماعة ام حمادة على قديمه، بتوع زمان الناس القديمة كانوا بيعملوا من الفسيخ شربات، كانت امهاتنا بتعمل حاجات كتيرة قوي من حاجات بسيطة وبتبقى من ايديها زي العسل. فهو ده اللي احنا بنعمله، حاجات بسيطة وحاجات على قد ايدينا وبتبقى زي الفل بس. تمام. هي دي الفكرة بتاعتي وده اللي انا عايزة اوصله، وكل ده بقى على قد امكانياتك. انا عامله دون على قد امكانياتي، انت امكانياتك تحطي اكتر حطي، انت امكانياتك بدل الفراخ تحطي لحمه حطي، كل واحد وامكانياته. بس احنا الغرض ان هي فكره بتوصل، ان بدل ما اروح اشتري بره بالغلا والقوة انا اعملها في بيتي. والمره دي طلعت مش حلوه، اول مره الجايه تطلع كويسه. وعلى كده يعني انا مثلا عملت ده حطيته في الفرن، خد التشميع دي من تحت، على ما قلبت الناحيه التانية ما كملتش كتير، ما استحملتش الحر الصراحه، طفيت على طول. كان المفروض كان يتلسع كمان شويه. هنا انا مش عارفه امسكه من السخونيه، بس البتاع ما شاء الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، قسما بالله الطعم جنان والريحه جنان، بألف هنا وشفا لكل كلب. حاجات بسيطة هي تتعمل في البيت وتفرح الكل، وب25 جنيه بس قدرت أعمل إيه وجبة هتفرح العيال، بدل ما واحد بس اللي راح جاب سندوتش ب25 جنيه من بره ومش هيشبع، يعني انكله مش هيشبع. لا انا بقى عملت بال25 جنيه دول وبصدر فرخه، فراخ رخيصه جدا اليومين دول. يعني لو جبتي كده وانت بتجيبي نص كيلو بانيه، شلت حته على جنب هتعمليه. اتمنى الفكره تكون وصلت وتكون عجبتك، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والشير، والقاكم على خير باذن الله.